السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، نتوما وأهلكم وأحبابكم. في هذا الفيديو كيف كتشوفوا غنقدم لكم واحد الكلاص بحجم عائلي بطريقة سهلة وكيجي رائع صراحة في المذاق. نتمنى أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال هذا الكلاص هذا. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم، والناس اللي كتزور القناه اول مره كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد للقناه ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره هدايه. مرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد، وغندوزوا على بركه الله. غنقدم لكم مقادير والطريقه ديال هذا الكلاص اللي كيف قلت لكم كيجي رائع. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الغزالين اللي كيحفزوني وكيخليوني ان شاء الله نزيد نعطي احسن ما عندي. وما تنساوش اقتراحاتكم وارائكم ان شاء الله. وعلى بركه الله غنبداو بالمقادير. غندوزو على بركه الله المقادير والطريقه ديال هاد الكلاص هذا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد نص طوط الحليب اللي كيكون بارد مزيان، ضروري كيكون بارد. عندي هنا واحد نص كاس ديال السكر، يمكن لكم تنقصوا من الكميه او لا تزيدوا، كيبقى لكم القياس على حساب الحلاوه اللي بغيتو. عندي هنا واحد 4 ديال المعالق كبار عامرين ديال الحليب مجفف، كيف يمكن لكم ديروا شاسيه ديال الحليب مجفف. عندي هنا واحد 2 ياغورت ديال الكراميل. هادو اختيارين، اللي ما بغاش يديرهم يعني اللي ما بغاهمش تقدروا ديروا غير واحد او لا تقدروا ديروا 2، يعني كيزيدوا في الكميه ديال هذا الكلاص وكيعطيو واحد اللذه زوينه في هذا الكلاص هذا. وعندي هنا واحد الفلون كراميل اللي عندي هنا كبير محلى. وعندي هنا واحد الكلاص، يعني واحد الشاسيه ديال الكلاص من وزن 120 غرام كيف كتشوفوا. كتكون هكا جاهزه، يعني كتكون فيها سكر وفيها كلشي. المهم انا عندي هنا ديال الفاني، وعندي هاد 2 ديال البيموات اللي كيبقاو على حسب الاختيار. عندكم اوريو، عندكم ايو، اللي عندكم غتخدموا به، يعني اي نوع عندكم كتفضلوا غتخدموا به. هذا غير للتزيين. غندوزو على بركه الله الطريقه. بسم الله. غناخذوا صافي، غنديروا هاد الشاسيه ديال الفلون. كيف يمكن لكم تعوضوها بالفلون الصغيره، يعني ماشي ضروري ديروا هاد الكبير، يعني اذا كانت عندكم غير صغيره يمكن لكم تخدموا به صافي. وهاد الكلاص حتى هو يمكن لكم تعوضوه بالشونتي، يعني تعوضوه بالشاسيه ديال الشونتي اللي عندكم غتخدموا به صافي. كيجي رائع وكيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. راه كيجي رائع وتبارك الله كيعطي واحد الكميه زوينه معقوله. بسم الله. كنديروا هذا الحليب مجفف ودابا غنطربوه واحد الخلاط كهربائي اولا في العجانه، يعني اللي عندكم غتخدموا به. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت الكلاص ديالي بهذا الشكل هذا، كيجي القوام ديالو كريمي، كيجي رائع بهذا الشكل هذا صراحه، كيجي غزال. دابا غنضيفوا هذاك 2 دانيط كراميل. كيف كان لكم تضيفوا غير واحد، يعني كيبقى لكم الاختيار. نتمنى انكم تجربوا هاد الكلاص، ولا جربتوه خليوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم. وما تنساونيش من جيم باش ان شاء الله تخليوني نزيد نعطي حتى انا احسن ما عندي. صافي غنخلطو مزيان وغير بشويه، يعني كنخلطوش بجهد. كنحاولوا اننا نخلطوا من التحت للفوق، نتاكدوا اننا هذاك الكراميل تخلط لينا مع هذاك الكلاص ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي القوام، كيجي رائع كريمي غزال، كيجي زوين هذا الكلاص صراحه، غير جربوه.
وتبارك الله يعني كيعطيكم واحد الكميه كبيره. يمكن لكم تضيفوا المكسرات تحمروهم وتضيفوهم على هذا القوام، كيبقى لكم الاختيار. انا اليوم غنكتفي غير بهذا البيمو، وانتم راه كيف ما قلت لكم غتخدموا باش اللي عندكم واللي كيعجبكم. بغيتو تضيفوا عليه النوغا، بغيتو تضيفوا عليه غير مكسرات يعني كتحمروهم، لوز، قرقاع، بيستاج، كتحمروهم وكتضيفوهم، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي دابا انا خلطت الكلاص ديالي، دابا غناخذ السيركل فاش غنخدم ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا الخليط ديالي ديال الكلاص من بعد ما وجد، ها هو. دابا كناخذوا السيركل، كيمكن لكم تخدموا بهذا السيركل دائري اولا مربع ولا قلب، ولا تخدموا غير في بواطات، يعني كيبقى لكم الاختيار باش دريسيو هذا الكلاص هذا. انا اختاريت هذا الدائري، لبست ليه السلوفان من التحت كيف كتشوفوا باش ما يخرجش ليا الكلاص. دابا غنحطو. وبالنسبه لهاد البيمو عندكم جوج الاختيار، اما غادي نتفرتو يعني بهذا الشكل هذا وتهرمشوه شويه وتحطوه هنا وغتخلطوا الخليط تحطوه مع الكلاص وتخلطوا. انا لا، غادي ندير يعني غنديروا الوسط، غيجيني الوسط، ما بغيتش نخلطوا في الكلاص كامل. انا غنوريكم كيفاش غندير. بسم الله. دابا غنحط نص الكميه، شويه، واحد الريحه وواحد المذاق يا سلام، ما نقولش لكم عليه كيفاش جا، يعني تبارك الله كيجي رائع، كيجي غزال، غير جربوه. يعني غادي وليداتكم يعجبهم وكاع الناس اللي كلاو غادي يعجبهم ان شاء الله. صافي كيف قلت لكم يعني هاد البسكوي هذا اولا البيمو غنحاولوا اننا نوزعوه بشكل عشوائي هكا. كيف قلت لكم يمكن لكم تخلطوه، كيبقى لكم الاختيار. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما فرتت هذاك البيمو فوق من هذاك الكلاص، دابا غنكب الكميه اللي بقات عندي. صافي كنحاولوا اننا نقادو داك السطح ديال هذاك الكلاص. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما قاديت الوجه، ماشي ضروري غتقادوه مزيان، ما غيتغطى من الفوق، يعني غادي نزوقوه. صافي دابا غادي نغطي عليه وغندخلو المجمد واحد الليله كامله، يعني حتى كيجمد تماما. ضروري كتعطيوه حقه كتعطيوه الوقت في الكونجيلاتور. صافي دابا غادي كيف ما قلت لكم نغطي عليه، ومن بعد ما غادي يتجمد غادي نتلاقى بكم ان شاء الله باش نزينو. دابا كيف كتشوفوا الكلاص ديالي من بعد ما خليته ليله كامله في المجمد، دابا غادي نحطو في طبق التقديم. بسم الله. من بعد ما غنحيد ليه هاد البلاستيك الغذائي اللي انا دايره ليه، اللي في التحت واللي في الفوق، يعني ضروري كنزولوهم بجوج. دابا كنحاولوا اننا نديموليوه، يعني بالزربه كيتحيد. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما حيدت الكلاص، هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا كناخذوا واحد صوص كراميل كيف كتشوفوا، هذا اللي جاهز يعني خدمته غير في الدار باش غادي نزوق به
دابا ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديالو، كيجي ساهل وخطير صراحه. دابا غنزين بنفس البيمو اولا البسكويت اللي زينتي به في الوسط، هو اللي غادي نديرو من الفوق هكا عشوائي. نتمنى انه يعجبكم هذا الكلاص صراحه، كيجي رائع كيجي لذيذ. غادي نستمر حتى نغطي. يمكن لكم تقطعوه يعني تهرمشوه اكثر من هكا، كيبقى لكم الاختيار. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما زينتو يمكن لكم تخليوه بحال هكا. انا غادي نزيدو شويه الكراميل من الفوق كيف ما قلت لكم اللي مصايبه غير في الدار، هكاك خطوط عشوائيه هكا كيف كتشوفوا. كيجي رائع صراحه، كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي في التعاليق كيفاش جاكم. كيجي رائع الصراحه. صافي غنخليه بحال هكا، ما غنزيدش مازال شي حاجه. الا بغيتو تضيفوا شي حاجه كيبقى لكم الاختيار، التزيين كيبقى اختياري. وان شاء الله غنحضر معكم هذا الصوص كراميل اللي كيجي حتى هو رائع. ها هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالي من بعد ما وجد. كيجي رائع، كيجي غزال بحجم عائلي تبارك الله. كيجي كيف كتشوفوا يعني كيجي غزال. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب باش تزيد القناه تكبر وتخليني ان شاء الله نعطي احسن ما عندي. والا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساونيش بتعليقكم الغزالين، وما تنساوش جيم. واللي مازال ما اشتركوش في القناه نتمنى انهم يشتركوا في القناه باش تبقاو توصلوا بكل جديد. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع صراحه. واخا نعيا نشكر لكم يعني كيجي غزال كيجي رائع. غير جربوه غادي يعجب عائلتكم ان شاء الله، وغادي يعجب وليداتكم. وبمكونات اللي بساطين صراحه كتحصلي على واحد الكلاص اللي غزال بزاف. هانتوما يعني كيجي رائع هذا الكلاص صراحه. هانتوما الوسط ديالو كيجي هاد البسكوي اللي درتو في الوسط كيجي رائع الصراحه. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك للقناه ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.